خبر اتنشر أيضا النهاردة من الجبلاية. هاني أبو ريدة ده في الجورنان، جريدة الوطن الصادرة بتاريخ النهاردة. أبو ريدة يرد بقوة على مجلس الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي. عايزين تنسحبوا من الكاس، انسحبوا. هو بيقول لي بقى المجلس إدارة محمود طاهر، انتوا عايزين تنسحبوا انسحبوا، مش كل يوم هيطلع لي نادي ويقول لي انا هنسحب. شوف هو بيتعامل مع النادي الاهلي ازاي، شوف القوة والجسارة والجرأة في التعامل مع النادي الاهلي. لما يقول للنادي الاهلي اكبر نادي شعبي في مصر، انتوا مش هتدوشونا بقى، مش كل يوم فرقة ولا نادي يطلع يقول لي انا هنسحب. فبيقول له عايزين تنسحبوا من الكاس، انسحبوا. الشيء الحقيقة المحير جدا في مسألة التعامل مع الأندية. الجبلية بتتعامل مع الأندية ازاي؟ زي ما ذكرت لحضراتكم في جريدة الوطن النهاردة، أبو ريدة يرد بقوة على مجلس الأهلي. عايزين تنسحبوا من الكاس، انسحبوا. يعني بيقول لهم يعني ما معناه يعني ايه؟ يعني مش فارقة معانا، يعني ده بيتكلم النادي الأهلي. تعال نشوف بقى هو تعامل مع انسحاب الزمالك ازاي عشان نشوف الفرق ونشوف. هو ده مسؤوليتنا هنا، ان احنا نشوف الآراء وتناقض والمواقف وتناقضها، كل تبع قوة وتأثيره على صاحب القرار في الجبلاية. هنجد مثلا في مسألة انسحاب الزمالك، ومن خلال تفاصيل الاجتماع الثلاثي لحل أزمتي الانسحاب وحل الجبلاية. تتذكرون طبعا لما بعد مباراة المقاصة والزمالك من خلال رئيسه المستشار مرتضى منصور أعلن أنه سينسحب وهيرجع بالأمر للجمعية العمومية وهي اللي هتقرر. تمام. ومن الغريب بقى ان رئيس الجبلاية او رئيس اتحاد كرة القدم بنفسه وفي ظاهرة غير مسبوقة راح الزمالك علشان يجتمع بالجمعية العمومية، تمام، عشان يعتذر للجمعية العمومية، وايضا يصيغ لهم المبررات التي تدفعه لعدم اعادة المباراة. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل بعد هذا الاجتماع. مرتضى منصور قال ايه؟ برضو المصري اليوم، وعلمت المصري اليوم ان ابو ريدة عرض على مرتضى منصور الدفاع عن مجلس ادارة اتحاد الكرة في قضية الحل، لكنه رفض. اقراها لكم مرة تانية. وعلمت المصري اليوم ان ابو ريدة عرض على مرتضى منصور الدفاع عن مجلس إدارة الكرة في قضية الحل، لكنه رفض. مرتضى منصور بقى بيقول ايه؟ ولن أدافع عنه، وأهدر لأنه أهدر حقوق نادي الزمالك ويجب أن يرحلوا. يعني ده موقف أعلنه المستشار مرتضى منصور على الملأ. يعني النهارده هاني ابو ريدة بيقول محمود طاهر النادي الاهلي عايزين تنسحبوا انسحبوا من الكاس، بما معناه مش هتفرقوا. لكن في نفس الوقت وهو مع المستشار مرتضى منصور بيعلن وبيعرض عليه انه يدافع عن القضيه بتاعه حل مجلس اداره اتحاد الكره، وبيعرض عليه ايضا تمام ان هو لازم يبقى في نوع من المساعدة القانونية ليه. ومرتضى منصور يقول لا، انتوا يجب ان ترحلوا. ده بعض من الشواهد اللي احنا على الاقل بنحاول نظهرها للمتلقي، عشان احنا بنحترم عقل المشاهد وبنعرض عليه كل الامور.